الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد مع وصفة جديدة. بصوا بقى، النهاردة هنعمل مع بعض أكلة ليبية مع أكلة مصرية. تمام تمام. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 6 إلا تلت. المغرب بيدن الساعة 7:30. يا دوبك أنا نقعت الحمص. لو الكاميرا ما بتعملش، الكاميرا ما بتدورش الناحية التانية. هندور ونشوف المكونات دلوقتي ونشوف احنا هنعمل ايه. أنس عامل عمايل، إنه أنس طول النهار نايم وطول الليل صاحي، يعني هو لسه صاحي من نص ساعة. تعالي. المهم، انا معايا كمية لحمة حوالي كيلو، ونقعت كوباية حمص، وهنبتدي نعمل كسكسي بالبصلة ليبي، أكلة ليبية، وهنعمل جنبه أكلة مصرية. تمام، ما نحرقش الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. كريم، طيب انا جاي. يلا نسمي الله يا جماعة ونشوف احنا هنعمل ايه، واروح اشوف الشكل افضها ما بين الصابونة والليفة ونرجع تاني نكمل الفيديو. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. بسم الله. معايا بقى في اكلة النهاردة حوالي كيلو لحمة، وكنت ناقعة كوباية حمص، بس ما شاء الله زادت، يعني بعد ما نقعتها بقت يجي كوباية وربع او كوباية ونص. المهم ما علينا. خدت حتة لحمة، لقيت اللحمة بصراحة كتيرة على نص كيلو كسكسي، مش هعمل على نص كيلو كسكسي بس. فقلت ايه، اللحمة كتيرة، فهنعمل ايه؟ قلت حوشي كم قطعة كده في جنب، قطعيهم حتت صغيرة، نعمل بوم طاجن يتاكل بعيش، و... ونعمل بقى بقية اللحمة الكسكسي. تمام تمام. مسكت معلقة سمنة على معلقة زيت وحطيتهم على النار، وبصلاية صغيرة، وبعد كده معلقتين صلصة، وابتديت اللي انا احرك فيهم واحط البهارات. حطيت كركم وكمون وفلفل اسمر وبابريكا. احنا عندنا بنسميها بابريكا، هنا بيسموها فلفل حار. المهم، وحطيت الملح، وابتديت اسقط اللحمه القطع الكبيره في قلب في قلب التخديعه اللي انا عملتها دي. هسيبها تشرب منها حوالي 5 دقايق، تاخد وتدي مع نفسها كده، وبعد كده اكون مجهزه ميه حوالي رتل واضيفهم عليها. بظبط الميه على حسب كميه الكسكسي وعلى حسب كميه البصله اللي انا هعملها. انا هعمل كميه بصله، زي ما قلت لكم كوبايه ونص حمص. المهم قلت هو رتل الميه يعني اما يغلي هيبقى مناسب وكويس، هيسوي اللحمه وهيسوي بقيه الحاجات اللي جنبها. تمام تمام. ابتديت بقى ان انا اجهز للكسكسي ده. نص كيلو كسكسي. هنا اما بيجوا يعملوا الخطوه دي بيفرفروه بمعلقه زيت زيتون. انا بقى ما حبيتش بصراحه زيت الزيتون. طيب انا بفرفره بايه؟ بمعلقه سمنه بلدي، بتدي طعم، بتخلي كل كسكسيه كده بعيده عن بعضها، وبتخليه مفرفر وحلو ومفلفل، بتخليه جميل. تمام. ده مختلف خالص عن الكسكس المصري، ده حاجه وده حاجه. احنا عندنا الكسكس المصري بنعمله بدقيق وبميه وبملح، ده بيشرب بواكي على بعضها كده، وعلى ما اظن يعني بيبقى زيه زي السميد بتاع البسبوسه، بس بيبقى حاجه تانية، ده مقارب يعني لشكله. المهم ابتديت ان انا افرفر معلقه سمنه او معلقتين سمنه، وبعد كده جبت كوبايه ميه، وابتديت ان انا افرفره واغطي على الكسكسي واسيبه، بسيبه نص ساعه عما اجهز البصله واجهز المرقه وبجهز كل حاجه، وبعد كده ابتدي اللي انا احطه اجهزه يعني. المهم، جبت بقى كوبايه الحمص اللي انا نقعاها وصفتها من الميه، وحطيت عليها 4 حبات بصل متقطعين، وحطيت عليها معلقه فلفل حار، وابتديت اسقط الشوربه. طبعا كانت اللحمه الشوربه بتاعتها غلت. ابتديت بقى انا اسقط من المرقه بتاعت اللحمه فيها، لما حسيت ان هي البصله والحمص كلهم عايمين على وش الميه كده، يعني الميه خلاص غرقته. تمام. حطيت معاهم معلقه صلصه، وابتديت ان انا اوطي النار عليهم واسيبهم. سبتهم حوالي ساعه.
ما عملتش اي حاجه اكتر من كده، لان الشوربه واخده ملحها وفيها بهاراتها وفيها كل حاجه. قبل ما تستوي البصله دي اللي هو الحمص مع البصل بحوالي 5 دقايق بحط ربع معلقه قرفه مطحونه بس، ما بعملش حاجه فيها اكتر من كده. تقريبا هو البصله كده خلصت. الكسكسي بقى بعد ما تنقع يجي نص ساعه او ربع ساعه ابتديت ان انا اشربه برضو من المرقه بتاعه اللحمه. عشان كده بقول لكم هو في الاول هو لتر الميه قضى للكسكسي وقضى البصله بتاعته وخلى الاكله تحفه في الاخر. ابتديت ان انا اشرب بقى اسقيه بمعنى اصح يعني بالعاميه عندنا كده في مصر. وبس حطيت حوالي كرنبين شوربه او مرقه وابتديت ان انا افرفرهم غيروا لونهم. انا فصلت الكاميرا عم اعملها كويس، افرفرها كويس بالمعلقه وبايدي، من الاحسن ان انا اعملها بايدي. وده اللي بقيه الحله دي، يعني الحله اللي انا جايباها دي حله كسكسي بتبقى قطعتين، قطعه زي المصفى كده عندنا في مصر وقطعه تانية. ابتديت بقى ان انا احط الكسكسي في قلب المصفى بتاعته او في الطنجره بتاعته وابتديت احطه في فوق الحله. بس قبل ما احطه انا كنت حاطه اضافات من عندي، دي بس التجويده بتاعتي اللي هي بطاطايه وجزرايه وقرن فلفل او قرن شطه. ابتديت ان انا احطهم مع بعض وتحت، ابتديت ان انا احطهم مع بعض تحت. وحطيت بقى الكسكسي في المصفى من فوق وكمرت ده كله او ضغطته مع الحله والبتاع بتاعتها كله مع بعضه ووطيت النار. جيت اوطي النار قامت النار طافيه. المهم عشان العيون كلها كانت شغاله مع بعض، النار ما كانتش عايزه تعلى ابدا، ما كانتش عايزه تشتغل ابدا. المهم ابتديت بقى اللي انا اشغل النار ده على عين وده على عين، وقلت على العين الثالثه ابتدي اعمل طاجن اللحمه بالبصل. حطيت معلقه سمنه صغيره، هو ما كانت حته لحمه صغيره. هقول لكم على حاجه، انا بقيس لما باجي اعمل طاجن اللحمه ده بقيس كميه اللحمه على قد كميه البصل. يعني لو حاطه ربع كيلو لحمه لازم انا احط قصاده ربع كيلو بصل، لان هو الطاجن ده بيحب البصل الكتير وهو مكوناته بسيطه خالص. بجيب معلقه سمنه وبحطها وبحط طاجن اللحمه، بحط حتت اللحمه المتقطعه مكعبات صغيره وبسيبها تتشوح. لما لونها يتغير كده اكون مجهزه البصل يكون قد كميه اللحمه وابتدي احطه على بعضه بس، مفيش اكتر من كده. ده بصله جت نصها مش متقطع، قلت اطلعها اقطعها تاني واحطها. اما تنزل بقى ميتها وتنزل حاجتها ابتدي بقى احط الفلفل الاسمر واحط الملح وبس. وما تشرب بحط قيمه كوبايه ميه او نص كوبايه ميه على حسب اللحمه دي كانت صغيره ما خدتش سوي خالص واستوت في ثواني، فاستوت في ثواني ما خدتش مني اي صعوبه خالص في الطبخ. فنص كوبايه ميه قضى الغرض وسوالي طاجن اللحمه بالبصل. عايزه بعدها احطه في الفرن احطه ياخد وش، بس انا ما حطيتش، سبته كده بس وقدمته. ده الطاجن خلص خالص على فكره. ده طاجن الازمات، يعني انت لو انت مستعجله وعايزه تعمليه في ثواني حلو جدا جدا. وعلى فكره بينجز معاكم وبيفرط كتير، لان انت بتحطي المكونات بتاعته على حسب كميه اللحمه اللي عندك. زي ما انا قلت لك لو نص كيلو لحمه بياخد نص كيلو بصل قصادها. الخطوه دي كنت بحط الميه وكنت بحط الفلفل والملح وخلاص. طيب يا مروه، انت حطيتي في الناحيه التانية كسكسي في مصفى والطنجره اللي تحتيه فيها اللحمه وفيها البطاطس وفيها اللي هو الطبيخه بتاعت الكسكسي. الكسكسي ده يستوى ازاي؟ عايزه اقولك الكسكسي ده بيستوى بالبخار، بيسقى وبيتنقع زي ما انا سقيته ونقعته كده، وبعد كده بيستوى بالبخار. انا مش عارفه الصوره فيها ايه بس هتتظبط مع التحميل باذن الله. الخطوه دي كان الكسكسي خلص ما بياخدش نص ساعه على النار، وكانت اللحمه استوت وكانت البصله استوت وكان كله تمام. انا كنت جايه البلد دي ما بعرفش اعمل حاجه، بفضل الله بفضل الله اي حاجه ممكن اعملها طول ما الواحد فيه دماغ وفي راس خلاص. يعني اللي انا قصدي اقولهولك البنوتات الصغيره اللي ما بتعرفش تعمل حاجه، طول ما انتي في دماغك تعملي كل حاجه هتعملها. اللي في دماغه يعمل الحاجه الحلوه هيعملها، واللي في دماغه يعمل الحاجه الوحشه هيعملها. كل واحد بيرسم طريقه وسكته.
كل واحد بيرسم خطواته اللي بيمشي عليها. اللي عايز يمشي مظبوط بيمشي مظبوط، واللي عايز بيمشي كويس بيمشي كويس. اللي عايز يعمل حاجة تنفع بيعمل، واللي مش عايز يعمل اي حاجة ما بيعملش. يعني محدش يقول لي دي مثلا بتيجي كده هوبا او حظ او انيا كان، لا، دي بتيجي بحاجتين اتنين: نيتك تبقى صافية، ضميرك يبقى صافي، تسمي الله، تبتدي تقول انا قادرة وقدها وقدود واعمل كل حاجة. ده طاجن الكسكسي. ده بعد ما غرفته بحط الكسكسي في الاول، بحط البصلة بعديه، بحط اللحمة والبطاطس فوقيه، وبس كده. ده الراعي الرسم. زي ما احنا عندنا الراعي الرسم بتاعنا الفول والكشري والطواجن الحلوة بتاعتنا، ده الراعي الرسم الليبي. مفيش لي بيت في ليبيا ما بيعملهوش، مفيش بيت في ليبيا ما بيكونش محترف فيه. انا عايشة في وسطهم، لازم اتعلم اكلهم. السلام عليكم. عليكم السلام.